السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض سلسلة حلويات مولد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض النهاردة السمسمية. شايفين بتتكسر معايا ازاي؟ بموت فيها السمسمية دي. هعمل معاكم النهاردة السمسمية والحمصية بطريقة سهلة وبسيطة، زي ما عملنا في الفولية بالظبط، وبمكونات يعني مفيش فيه اختلاف، أكيد موجودة عندنا. طبعا ممكن عسل الفلوكوز يبقى فيه شك إن هو موجود، بس تلات أرباع المكونات موجودة عندنا. أتمنى إن الوصفة تعجبكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها، ومتنسوش تقولوا رأيكم إيه في الكومنتات، ونبتدي مع بعض الطريقة. أنا هعمل يا جماعة عندي نص كيلو سمسم. اللي حابب يعمل أقل يعمل أقل، يعني مش إلزام. أنا بعمل كمية كبيرة عشان هقسمهم، مش مش لبيتي لوحده، هقسمهم لكذا بيت. حابة تقللي قللي. تمام. أنا هنا عندي كوباية سكر، عليهم تلت كوباية مية، عليهم نص كوباية عسل. هحط ده كله على النار عندي. تمام. ويفضل ان احنا نستعمل معلقة الخشب، لان طبعا الحاجة هتبقى تقيلة، ويفضل معلقة الخشب. انا بستعمل المعلقة الألمونيا دي لان بتبين لي الدرجة اللي انا عايزة اوصل فيها للعسل، وكمان بتوزع درجة الحرارة ممتاز. هنا انا عندي ملح ليمون حطيته. طبعا اول ما تحط الملح الليمون ده بيساعد على عدم ان الشربات يسكر، والحلويات بعد كده ان هي تسكر منك، وكمان في نفس الوقت بيساعد ان هي تتقل شويه. تمام. هنا انا بوريكم ان انا كل شويه بختبرها. شايفين هي حطيت طبعا فدابت في المي. طبعا ما تنسوش تحطوا السمسم في الفرن، احنا عايزينه يكون سخن، بس بط الفرن عشان ما يتحمص معاكي بالزياده. تمام. هنا هنفضل نوصل لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. بعد كده بقى لازم تكوني دهنة الصاجة عندك، والسكينة وكل حاجة هتستعمليها بعد ما تخلصيه، ولازم تكوني دهنها عشان ما تلزقش. طبعا انا هوريكم وهيبان لكم ان انا عملت كده، بس بسرعة عشان انا مش عايزة اطول الفيديو معاكم. هنا انا كل شوية بختبرها اشوفها وصلت للدرجة اللي انا عايزاها ولا لسه، هي لسه ما وصلتش. لان زي ما انتوا شايفين ان لونها لسه ما وصلش للون الذهبي المطلوب. هنا وصل اللون واختبرتها، لقيتها زي ما انتوا شايفين وصلت ان هي بتتكسر معايا. حطيت معايا نص معلقة بيكنج باودر، وقلبته مع العسل التقيل، وجبت زي ما انتوا شايفين السمسم من الفرن. زي ما انتوا شايفين انا ماسكاها بحاجة لانها سخنة جدا، فده اللي هيخليها ما تقفش مع بعض، وان انا اعرف المهم ما تقلقوش. يعني كل ما كانت دي سخنه ودي سخنه مش هتقفش، وهتقدري بكل بساطه ان انت تفرديها وبدو وما تسربعش نفسك. لان يا جماعه ده عسل وبيبقى حرقته وحشه جدا، يعني فناخد بالنا من الموضوع ده بالراحه كده وبهدوء. تمام. هنا ما وصلت للمرحله دي عندي، انا طبعا كنت زي ما انتوا قلت لكم كنت دهنه كيسه بالزيت، ومظبطه كل حاجه السكينه وكل حاجه. هنبتدي ان احنا بقى ننزل كل حاجه. قدرت تنزليهم كلهم، قدرت ما قدرتيش ممكن على النار تسيحيهم شويه وتحطيهم في اي حاجه. طبعا هنا انا ابتدي ان انا افرد زي ما انتوا شايفين. انا جبت النص بتاع الكيسه بتاعتي وحاولت ان انا افردها. هي برضو رغم ان انا دهنه بس برضو بتلزق فيها، يعني نحاول. زي ما انتوا شايفين انا جبت كيسه تانية دهنها كويس قوي، ورحت حاولت ان انا افردها، وابتدي بقى ان هي وهي سخنه كده اقطع. ما تقطعهاش لما تبرد لانها تتكسر معاكي، مش هتبقى ماسكه. يعني تعمليها تقدر تعمليها صباع كده وهي سخنه، قطعيها واعمليها الحجم اللي انت عايزاه. انا عملتها الحجم اللي انا عايزاه، وخليتها مربعه كبيره، وبعد كده رفعتها شويه. شوف ان هي كبيره، يعني استكبرتها بصراحه، فرحت مصغرها، خليتها رفيعه، الصباع رفيع زي اللي بنشتري من بره. هنا طبعا انا بعمل حمص. طبعا احنا عارفين نفس مقادير الشربات وكل حاجه موجوده عندنا في صندوق الوصف. هنا حطيت عندي شويه فانيليا، وحطيت عندي نص معلقه بيكنج باودر، وعندي الحمص طبعا كان في الفرن. وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض لحد ما يندمجوا كلهم مع بعض. ما تقلقيش، بالراحه وانت بتشتغل، لان انا كنت مستربعه بصراحه واتلسعت منه. فبالراحه كده، لان لسعته وحشه 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 يعني.
فاحنا ايه بالراحة زي ما انتوا شايفين اهو هعمل اهوت. وبعد كده ابتدي ان انا افردها، فردتها، وابتدي بقى ان انا قطعي برضو الحجم اللي انت عايزاه. يا جماعة الحاجات دي نص كيلو من السمسم والحمص بتعمل كمية كبيرة جدا، فانت ممكن تعملي اقل من كده. النص كيلو تقريبا كوبايتين، فانت ممكن تقدري تعملي كوباية. وبعدين الحاجة اللي انتوا اكتر حاجة بتحبوها في البيت ممكن تعمليها هي ديت. احنا بنحب يعني، انا عندي طبعا كلنا بنحب الحاجات المقرمشة، بس ابني الصغير ما ينفعلوش الحاجات دي، اضطريت ان انا اعمل له الحاجات التانية الطرية اللي تنفع له اللي ما فيهاش مكسرات. فانت عارفة عيلتك بتحب ايه، وعارفين ان هما بيحبوا ايه وايه اكتر حاجة بيبقوا عايزينها في علبة مولد النبوي، فدي اكتر حاجة اعمليها. طبعا هنا بعد ما خلصتها يا جماعة انا كنت عاملة السمسم في يوم والحمصية في يوم، فعشان كده هتحسوا ان زي ما دي متغلفة لكن دي لسه ما غلفتهاش. اتمنى الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.